تحيد ستيلو يا اما تبلوكي، فهمتي ولا؟ رانا عند خونا مجمعين. ايوا انا عارف سي مغوستو ما غاديش لي واخا اكا اف سي جدك والله العظيم الا كا اف سي بالله. وانا دابا هذا كا اف سي محال، واش كا اف سي قانونيه؟ خصنا عاد نديرو شي بحث، خصنا نشوفو الهندوز. سي محمد الهندوز الا كنتي هنا عندك انت تكلف لينا بهذا الموضوع، جيب لنا داك كا اف سي واش عندها الرخصه في اطار الفرونشيز ولا شي واحد مشى دار كيما داروا في وهران داك ستاربكس. راه هاد الايام سميتو الهندوز عاود دير واحد المعركه كاع بوحدها. تحياتي الهندوز. المهم الله يعاونك، راه درتي شي تحدي نهار الجمعه، انا غادي نجي نتفرج في داكشي. انا خويا حتى تبين لي التحدي شكون يغلب عاد نصفق. ولكن عرفتي علاش رشمتي هما غير الهندوز؟ غنفتح لايف فيه نص ساعه وصفيقوا لك، غندير لك الاشهار اللي ما عمرو دار لك، ولكن شرشم ليا بانو كرغل، شرشم ليا بك. والله الا ديما نتبعك في اللايفات ديالك، راني من المتابعين ديالك خويا سعيد. الله يحفظك الحبيب، الله يكرمك. شكرا ربي يسهل عليك خويا سعيد. امين امين. سير الله ينصرك الحبيب، سير يا ربي امين اخويا سعيد. لا كاين شي كاين مشكل. هذاك اللي يطلع للسطح خصنا نهبطو عاد نرجع نسميتو. هذاك اللي يطلع للسطح داير لنا مشكل. الاستاذ الكبير المحترم باش تجي محمد امين مليح ولا لا؟ الحمد لله خويا، كيفاش تجيش كي داير بخير؟ الحمد لله محمد امين الله يحفظك الله يكبر بك. ولله الحمد. واش طلع لك شي واحد للسطح ولا؟ طلع واحد للسطح وما عرفتش بحال خربق لي البارامترات كاع ديال اللايف. واشنو دير شي جوله بلا على ما يهود؟ سير فين وصلت سي سعيد في ذاك المواضيع راه مشاو الامريكان لابس لك كبوتي بحال جلابه. واش هذاك لا مازال هذاك حتى غدا كنجمع المعطيات. وهذاك الشمكار والله العظيم بعد باش الناس يعرفوا هذاك الشمكار بلا ما نذكر السميه ديالو اللي معروف بالبارساويه ولا الاخر، واش قبيله سبنا في الوالدين كاملين اخي سعيد، عمري سبيتو في حياتي هذاك. بعد واش طلع في اللايف؟ طلع في الوالد الله يرحمه، لا في الكومونتيرات، ولكن انا ما خليتلوش. الا بان شي فيديو ديالي راه فقدت عليه السيطره، ما خليتلوش حيت بقات فيا كيجي ديما وكيسب في الناس، وديما كيتهمهم، وديما كيجبدوا الوالدين في الكومونتيرات، ديما الكلام الخايب. وقبيله جا مع واحد الوقت جا داها نيشان والله العظيم. الله ما فهمش اللي ما بغاش تخلي الراس عمي سعيد. دابا هادو عندهم مطالب سياسيه والاخرين عندهم مطالب اجتماعيه. دابا ما فهمتش علاش كيوهموا الناس ولا كيستغلوا العاطفه ديال الناس على اساس المطالب الاجتماعيه. ما عندناش سبيطارات اولا الحباس اولا التهميش اولا القمع اولا شي حاجه بحال هكايا باش يوصلوا الهدف ديالهم ولا الميساج ديالهم اللي وراء الكواليس هو الانفصال او الجمهوريه الى 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 الى. دابا هذه اللي ما بغيتش نفهمها، علاش هما كيهضروا على مطالب اجتماعيه وفي نفس الوقت هذاك سلطان قال لك الا داروا لنا سبيطارات بالذهب والطرقان بالذهب وكل شيء بالذهب وكيعطيو لنا 10000 اورو يعني 10 المليون كل شهر بلا ما نخدموا، حنا ما باغيينش. قال لك حنا باغيين نحكموا. دابا كنقول لك بالسياسه ديالهم هما يحيدوا ما يهضروش بعد على المطالب الاجتماعيه باش ما يستغلوش العاطفه ديال الناس، يخرجوا نيشان يقولوا بلا ان حنايا ما كيهمناش سبيطار يكون ولا ما يكونش، حنايا واخا يكون كل شيء بغينا نحكموا باش الناس اللي كيتبعوهم ما يمشيوش ضحيه، باش يعرفوا الواقع اللي كاين مور الكواليس. شوف فهمتيني؟ انا فهمتك يا محمد امين. شتي هاد الاسماء هذه اللي كتعرف انت فيهم 5 ولا 10 ولا 15 ولا 20، انا كنعرف واحد 27 ولا 30، هادو كاملين هادشي كاملين دايرينو قدامنا اللي دارها باش يدير الوراق في اوروبا
كاين اللي دارها باش يدير اللجوء السياسي، منيض الحيلله والهيلله، كيمشي هو يدير الهيلومان ويكتب ويدير كذا ويسب في الفيسبوك ولا في التدوينات ولا في شي مظاهره ولا كذا باش يسجل داك الشيء ويمشي ملي يحرق يمشي ياخذ عليه اللجوء في اوروبا. هكا داروها، خطه خدموها درسوها. كاين اللي دار اللجوء الجنسي، داكشي ديال المثليه. كاين واحد ثلاثه انا نعرفهم، ثلاثه داروا اللجوء المثلي، اللجوء بالمثليه الجنسيه، ثلاثه نعرفهم انا. تعرف جوج. وكاين اللي تما ما ناجح في حياته، ما عنده مشروع، ما خدام، ما استاذ، ما طبيب، ما مهندس، ما عنده قهوه، ما عنده مطعم، ما عنده انسان فاشل خارج من الرابع ولا من الثالث ولا من الخامس، فشل مع العائله، فشل مع كذا اش غيدير ما يدير. قال سيدي راه دبروا شويه المصاريف. راه قالها واحد عند الهندوس ذاك النهار، طلع عند الهندوس واحد اللي كان سميتو يا ربي، قال له حنا بغينا الفلوس. السيد كان كيدير التجاره في الغبره وبغى يدير التجاره، كان كيدير قالك تشد هو بعد التجاره في الغبره وتشد الحبس، خرج من التجاره الغبره في الحبس، بغى يدير التجاره مع الجزائر، ولكن هذاك طلب الفلوس بزاف للجزائر، قال لك وفشل لنا داك الشيء، ومشاو الاخرين طلبوا الرخاء، عطاو لهم الرخاء. يعني قضيه كامله فيها. اما داك البوبريسيتوس اللي صافي انا قلت لك يا اما باش يديروا الاوراق عبر اللجوء السياسي او اللجوء الجنسي المثلي، يا اما داك الفشل الاجتماعي باغيين ياكلوا المصروف. وراه واحد منه سميتو واحد الاستاذ بروفيسور عندهم، واحد الاستاذ بن محمد البطيوي، انا واحد المره سمعته في اللايف كيقولها، كيقول لك حنا في الايامات ديال الثمانينات ولا ما نعرف ديك الساعه تبرزت مع المغرب شحال هذه مع الجزائر، خلصوا لهم 16 مليون ذاك الوقت باش داروا واحد لاكتيفيتي في فرنسا ضد المغرب. 16 مليون ديال الثمانينات، شحال ساوي الفلوس ولا؟ شحال ثاني دابا؟ عارف بها هو كيقول لك حنا الجزائر خلصت لنا في الثمانينات 16 مليون. فهمت؟ دابا هادشي كانوا علاش كنقولوا غير باش يفهموا هاد خوتنا دابا اللي يعني عندهم شويه داك الادراك شويه قليل، ولا كيدغدغوا لهم داكشي ديال المشتركات، مولاي محمد المقاومه، حنا ريافه، واه مقاومه مولاي محمد، حنا ريافه، حنا رجال، حنا واعرين، ولكن حنا رجال واعرين واذكياء، حنا رجال واعرين واذكياء، رجال واعرين ما كنبيعوش، رجال واعرين وما كنخونوش، رجال واعرين وما كنمشيوش مع ولاد الكلاب، رجال واعرين. فهمت كيفاش؟ ماشي غير رجال واعرين صافي ويبقى بنادم يزرفك. فهمت؟ المهم انا هكا. عزيزي سعيد، الله يحفظك، الله يرضي عليك. تحياتي لك، تحياتي لك، وان شاء الله. شكرا مره اخرى. تحياتي لك، سعيد، شكرا. تحياتي. الله يحفظك، تحياتي. اخوان المتابعين ديالك، واهلا وسهلا. اعتقد انه بدايه عوده النشره الطنجاويه واخبارها التفاعليه، اللي هذه النشره كتهم فقط الناس اللي جايين للتيك توك باش يضحكوا وينشطوا ويمشيو في حالهم. الناس اللي جايين للتيك توك وكيعتقدوا انهم غادي يحرروا ولا غادي يصارعوا ولا غادي يقاتلوا ولا غادي يهاجموا ولا غادي كذا، لا تعنيهم هذه النشره ولا علاقه لهم بها، وهي عامره حموضه. فسير قلب على الليمون، هنا ما كاينش. أهلا وسهلا بكم، نشرة الأخبار الطنجاوية من منصة أبرنوس، إليكم أبرز العناوين. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي أبناء وبنات عمي، مرحبا بكم إلى النشرة الطنجاوية من طنجة تي في استوديوهاتنا المركزية هنا بطنجة العالية. من طنجة نمر عبر مراسلين في مناطق متعددة عبر العالم، وطبعا المراسل متعدد الشخصيات، الأستاذ المحلل الدارس الباحث الأكاديمي الرأي المغربي، الطناز رقم 2 طبعا، لأن الطناز رقم 1 قد سبق وأن وسم به ووشح به الأستاذ سعيد أبرنوس. الرأي المغربي بداية، الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الشمالية يستقبل رئيس الجزائر الجنوبية بن بطوش. هذا الاستقبال الذي لم يعني نطلع بعد على تفاصيله، الاتفاقيات بين الدولتين والبلدين، اتفاقيات تجارية، رياضية، سياحية، فلاحية، سلاحية، قلاحية، قلاحية، علاحية. هل من معطيات يمكن أن تتقاسمها
مشاهدينا ومتابعينا أستاذ الرأي المغربي. السلام عليكم ورحمة الله. هنا من حمام مرداية الذي ورثته الجزائر عن الدولة العثمانية، استقبل فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية فخامة رئيس جمهورية تندوف الجنوبية الشرقية الصحراوية الديمقراطية. وقد انتقل فخامة الرئيس إبراهيم غالي من مطار مدينة تندوف عبر طائرة جزائرية، والطائرة كان فيها وقود جزائري الفيول الجزائري، وقد تلقى إشارة الإقلاع من برج المراقبة الجزائري، وقد قاد الطائرة ربان طائرة جزائرية، وقد استقلت أو توجهت هذه الطائرة من أجواء الجوية للجزائر في ولاية تندوف مرورا عبر بشار وتلمسان ووصولا إلى الجزائر العاصمة. أي أن هذه الطائرة لم تخرج من الجزائر بل انطلقت من الجزائر في اتجاه الجزائر العاصمة. وقد وصل رئيس الجمهورية تندوف إلى مطار هواري بومدين، حيث لم يكن أحد في استقباله بل أقلته سيارة تحمل الترقيم الجزائرية في اتجاه الحمام مرداية قصر المؤتمرات الجزائرية. وهذه برقية وصلتنا من ديكوين الاستخباراتية الخطيرة المجرمة التي فقصت بني عبد حزاق الذين كل ما هناك. فبالتالي وصلت هذه الرسالة لتؤكد على أن الجزائر تدعم الخطيرين والخطيرات والمتخطرين. وفي إطار نشر المعطيات للرأي العام، كان في استقبال رئيس الجمهورية التندوفية الصحراوية إبراهيم رخيصات غالي، حيث استقبله فخامة تبون مرفوقا برئيس المستشارين ما نعرف جدبوه الكلب، وأيضا برئيس أركان الجحش الشعبي السعيد شنقريحة مقلش الودنين. وقد تباحث الطرفان الذي أيضا رافق كل من الرئيس قائد أركان الجيش الصحراوي الديمقراطي الشعبي في تندوف، وأيضا والي ولاية حي 48 في منطقة تندوف الرابوني. واستقبلهم الرئيس الجزائري بكعكة بحلويات وملفاي، كما عهدت الجزائر استقبال ضيوفها. من خلال ذلك تواصلت المباحثات ولم يتم الإفساح عن أي اتفاقيات بحرية اقتصادية تجارية أو عسكرية أو أي شيء، بل فقط تم أخذ عدة صور ونشرها للبرادعة. وقد فتحت اللايفات من طرف قطيع مخينزو البوليزاريو على مدى 24 ساعة، فيما فتح الكلام وتكون وإلا ما كانتش غادي يلقى لها كيفاش مهم يقنع راسو بأنها المهم خرجت هو عنده الرئيس لا خرجت من عند الرئيس راه صحيحة. صافي الحليب خبرة 100 كيلو. عرفتي واحد النهار عاوتاني جالس خسرات ليه التلفازة ديالو، ماشي خسرات ليه كيسوبريمي كلشي، يوتيوب كيسوبريمي كلشي، وجا عندي قال لي راه سوبريميت داكشي كامل. قلت لي علاش؟ ويقول لي راه كنكون كنتفرج في يوتيوب وكندير دوك شي فيديوهات ديال البنات بحال هكا، البنات اللي تيكونوا كيديروا الماكياج ولا كيهضروا مع البنات بحال داك الشيء ديال تكون دايره فيديو كتهضر كتشرح الماكياج ولا كيهضروا مع البنات بحال المهم قلت لي مالك علاش سبريميت؟ راه كيبقاو يشوفوا فيا حاضيني، واي حاجه كنقولها لهم كنديروا وراه فيديو دايز عليه عام ولا عامين. واش شديت اقسم بالله خويا برنوس لما شديت التيليكوموند تيليشارجيت ليه كلشي وقلت لي واش كتهضر على واش بقيت معاه حتى وراني دوك الفيديوهات قلت لي ها انت راه ماشي زعما كنشرح ليه من نيتي انا تنقول ليه لا انت راه ماشي كتفرج فيك ولا قلت لي هذا راه فيديو زعما دايز عليه مده هادي ماشي تا لايف زعما لا تقول كيشوفوا. واقسم بالله خويا ما تيقني بغى لحد الان تيعيط لي مره تيقول لي راه سوبريميت داكشي راه مازال حاضيني وبعقلو هذا راه ماشي زعما شي واحد حماق اخي برنوس ولا شي راه بعقلو السيد وراه اللي حمق هو اللي بعقل، وراه راه مسكين حماق هو اللي بعقل
هو عبد الرحيم ولا 86. خي ياسين شكرا اخويا. شكرا اخويا، فرصه سعيده اخي يا برناس. مرحبا ياسين، تحياتي لك. الله يخليك. ومراكش ضد مراكش. سيدي سعيد الغزال، مساءكم سعيد. تسمعني اخي؟ بدل البلاصه شويه باش تكون الكونيكسيون عندك مسكده. بدل البلاصه الا كنتي في شي قنت، بدل القنت الا كنتي في شي دقيقه. تيكواندو صافا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تيكواندو كي راكم الاستاذ ابرنوس؟ والله انا بخير اخي تيكواندو. واش الحمد عندك بخير؟ لله، وانتم بخير؟ عندك يا ربي وشكرناك. والله العظيم لا انت مخرج، والمخرجين اللي يطلعوا عندك القسط مخرجين يعني مجتهدين. يعني الهنود كي يديروا الافلام يتعلموا منكم. برافو عليه. يعني قبل 5 سنين كان تبون رئيس كنا نبوسوا على يديه. يعني هذه حقيقة. على حساب الاخ اللي كان يتكلم قال لك قبل 5 سنين، قال لك قلت له سولته على التبون، قلت له التبون تبوسوا له يديه، قال له ما نعرفوش. مع العلم احنا التبون كان يرأس الجزائر قبل 5 سنين. ما قالوش تبون، قالوا الرئيس ديالكم، قال له ما نعرفش انا شكون الرئيس. يا الله يبراه مسجل، الله يبراه مسجل. شوف لما قالوش تبون، قال لك تبون والله. قالوا الرئيس ديالكم، قال له ما نعرفش انا الرئيس ديالنا شكون صاحبي مالاه. ما قالش تبون. ديك الساعه بصح كان عندكم مشكل مع الرئيس. شكون الرئيس ديك الساعه؟ كان مخربقه الدعوه، لقيت صالح مع رئيس. كان شي واحد سميتو ما عرف، شي واحد كان شادها في الوكاله، رئيس البرلمان كان شاد هذا سميتو الرئيس ديالي العز. شكرا. ما في باليش استاذ برنوس. سيدي سعيد وين بمراكش؟ بغيت نقول للاخ بلي ولا كنعرفوا حنا انه تبون يكون رئيس، ما غاديش تبوس ليه يديه. نقول لك علاش، لانه قبل من الرئيس ما كنتيش كتعرف واش كان تيدير، ولا فين كبر، ولا كيفاش كبر، ولا حياته، ولا شتيه صغير ولا شتيه في الشباب ديالو، كيفاش دوز الحياه ديالو، المستوى الذاتي ديالو، واش يستحق احترام، واش يستحق تبوسو ولا ما تستحقش تبوسو. ماشي راه جي ونبوسك، راه انا شلاق ماشي تنحطهم فين ما ولاني نبوس، راه كنبوس الشرفه والاحرار، الناس الكبار، والناس اللي تنحترموهم، والناس اللي تنقدروهم، ماشي اللي جينا نبوسوا ليه يديه. فهمتينا اخويا؟ التكوى نضو باش حنا نبوسوا اليدين باش هكا باش يكون احترام والادب. نتمنى تكون فهمتيني. ما شاء الله عليك، راك خبره في البوسان، ما شاء الله عليك. مزيانه دابا عندك الخبره في البوسان ما شاء الله. ما عندي ما نعقب عليك على هادشي جا البوسان. ما شاء الله عليك. وزيد بوس، زيد، راك خبره تامه. لا ما بغيتش باش